ده السبب اللي خلاني بقالي تقريبا اكتر من سنه ما اشتريتش مخلل من بره. اصل المخلل ممكن يبقى صحي جدا، يعني مش بس مفيد عشان هو معمول من الخضار، لكن كمان يبقى مليان بروبايوتكس او بكتيريا نافعه مفيده جدا للبطن. اكيد سمعتوا دكاتره كتير بينصحوا اننا ناخد بروبايوتكس لانها فعلا مهمه جدا، بس الفكره انه عشان يتعمل صح بالشكل ده بياخد وقت. وطبعا في اماكن بتخلل المخلل صح، بس للاسف في كتير برضو بيستخدموا طرق تسهل عليهم التخليل، لكن المشكله ان الطرق اللي بتسهل التخليل ممكن تبوظ البكتيريا النافعه دي. في الفيديو ده هوريكم ازاي تعملوا مخلل طعمه تحفه ومفيد وصحي جدا مليان بروبايوتكس. انا المره دي هعمل مخلل خيار وجزر وفلفل. اول حاجه مش محتاج اقولها لكم متهيألي هو اني غسلت الخيار والفلفل كويس جدا، والجزر غسلته بعد ما قشرته، بعدين قطعتهم. بحب استخدم السكينه المشرشره دي عشان اخلي المخلل شكله المخلل اللي اتعودنا عليه، بس لو مش عندكم عادي قطعوه بالسكينه العاديه، قطعوهم باي شكل. انا بحب الخيار يبقى دواير كده، والجزر يبقى شبه الفرايز شويه، والفلفل ده صغير ورفيع فطبعا مش بقطعه. مهم جدا لما تبداوا المخلل ان الخضار اللي هو في الحاله دي الخيار والفلفل والجزر يكونوا فريش وناشفين، لان التخليل بيخلي الخضار يطرى، فلو بداتوا بالخضار طري اصلا في الاخر المخلل هيبقى طري قوي، طري بزياده، فاهمني؟ نيجي بقى للبرطمان اللي هخلل فيه. مهم يبقى ازاز مش بلاستيك، والاحسن يبقى من اللي بيتقفلوا ويتفتحوا بالطريقه دي. مش لازم، بس دي هتسهل عليكم قوي خطوات في التخليل، هتشوفوا بعد شويه. المهم بس ان البرطمان يبقى زي ما قلت لكم ازاز، وغطاه بيقفل كويس جدا عليه، مش بيعدي الهواء، ولازم الحجم يبقى مناسب للكميه اللي هتعملوها، مش اكبر بكتير. انا بعمل الخيار في الكبير قوي ده، لان استخدامات الخيار المخلل كتير قوي جنب الاكل عادي وعلى سندوتشات وكمان في الصوصات. وطبعا البرطمانات لازم تبقى مغسوله كويس، وبعد ما تتغسل تدلقوا عليها ميه مغليه عشان تتعقم من جوه ومن الغطا كمان. بعد ما عقمت كل البرطمانات حطيت فيها الخضروات اللي هخللها بقى. للخيار بالذات دايما لو عندي شبت بحط منه عليه، هو ده اللي بيديله طعم الخيار المخلل المميز بتاع البرجر ده. بس خلوا بالكم ان الشبت في المخلل طعمه قوي جدا، فما تكتروش منه، يعني لكل البرطمان ده هي دي كميه الشبت بس اللي انا حطيتها، وبقيه الحاجات دي بحطها بالشبه كده. يعني للبرطمان ده من الكزبره والفلفل الاسود حطيت معلقتين صغيرين، ومن الثوم حطيت 5 فصوص، ووزعتهم بين اللايرز بتاعت الخيار كده. وهنا بقى جه وقت البراين او المحلول اللي هيتخلل فيه الخيار ده. ممكن من اسمه مخلل تفتكروا ان المفروض يبقى فيه خل، بس بالعكس، الخل اصلا هيبوظ البكتيريا النافعه اللي احنا عايزينها. كل اللي بيتحط على المخلل هو ميه وملح وبس. لكن خلوا بالكم ما ينفعش يبقى ملح يودي او ايودايزد، لازم يبقى ملح من غير يود زي الملح الصخري مثلا، خشن او ناعم. والنسبه هي لكل لتر ميه من 25 ل 30 جرام ملح، اللي هو لو ملح ناعم زي ده هيبقى من 4 ل 5 معالق صغيره معياريه على اللتر، بس الاحسن طبعا توزنوه. وللفلفل بالذات بحب ازود الملح شويه عن الباقي. الاول بحط شويه ميه سخنه صغيرين عشان اعرف ادوب فيهم الملح، بعدين بكمل اللتر بميه في درجه حراره الغرفه عادي. اصل لو كل الميه مغليه هتموت برضو البكتيريا الضاره والنافعه مع بعض. ومهم جدا جدا ان الميه تبقى من الفلتر او ميه معدنيه عشان نضمن ان ما فيهاش هي نفسها بكتيريا. او ممكن تغلوا الميه وتسيبوها تبرد قبل ما تستخدموها. بعد ما دوبت الملح كويس مليت بقى البرطمان اللي فيه الخيار. بس مهم جدا ان طول وقت التخليل الخيار او كل الخضروات تبقى متغطيه بالكامل تحت الميه، عشان اضمن ده بجيب اي حاجه زي مثلا غطيان البرطمانات الصغيره دي او الكاندل هولدرز دي واعقمها برضو بالميه المغليه. بعدين بحطها فوق الخيار عشان تزقه تحت واقفل عليها البرطمان، وكده يبقى كل الخيار متغطي كويس بالبراين. نفس اللي عملته ده عملته في الجزر برضو، بس للجزر مش بحط عليه شبت، وكمان الفلفل، بس الفلفل مش بحط عليه اي حاجه غير الميه والملح بس. انا بحب كده، لكن انتوا براحتكم تحطوا اي حاجه تحبوا طعمها معاهم عادي. في ناس بتحط جنزبيل وورق عنب، يعني الموضوع براحتكم. لو مركزين لحد دلوقتي هتلاحظوا ان كل اللي بحاول اعمله هو اني اتاكد ان مفيش اي بكتيريا ضاره، واتاكد ان البكتيريا النافعه هتعيش وتكتر كمان. وهنا بقى جه وقت اننا نسيبهم يتخللوا حرفيا. مش بفتح عليهم خالص لمدة يوم كامل 24 ساعة. ده شكل البرطمان بعد أول يوم. عادي إنكم تلاقوا فوم متكون فوق كده، ده طبيعي عشان البكتيريا النافعة اللي عايشة جواه دلوقتي. وممكن برضو تلاقوا فيه مية اتسربت من جوه كده لو انتوا كنتوا مالين البرطمان زيادة عن اللزوم. كل اللي بعمله بعد أول يوم هنا إني بس بفتح البرطمان ثانية أو ثانيتين أخرج الكربون دايوكسيد اللي البكتيريا كونته ومحبوس جوه. عشان كده قلت لكم الأسهل إنكم تستخدموا البرطمانات اللي بتقفل بالطريقة دي، عشان فتحها وقفلها بسرعة هنا أسهل. وكويس جدا إنكم تلاقوا حصل
حصل فوران كده، ده معناه اننا ماشيين صح. قفلتهم تاني وسبتهم 24 ساعة كمان، وكررت نفس الكلام تاني بعد ال 24 ساعة التانية دي. فتحت بسرعة وقفلت. بعد اليوم التاني بنبدأ نلاحظ انه خلاص بدأ يبقى مخلل، لون المية بيبدأ يتغير، وريحته لما نفتح عليه بتبقى ريحة المخلل اللي متعودين عليه. يعني زي ما قلت لكم، رغم ان احنا ما حطيناش خل خالص، بس تبدأوا تشموا ريحة خل خفيفة. والريحة هنا مهمة جدا على فكرة، عشان لو لقيتوا ريحته حاجة بايظة او عفن يبقى هنا في مشكلة. ده حصل معايا مرة وما خدتش ريسك واضطريت ارميه كله. اصل الريسك هنا ممكن يكون معناه ان المخلل باظ والبكتيريا الضاره اللي فيه كترت لفوق المستويات السيف اللي ينفع نسيبها، وانا بعتمد على مناخيري في الموضوع ده. بس لو عايزين حاجه اكيده ممكن تجيبوا جهاز او ستريبس من اللي بتقيس البي اتش، وتتاكدوا ان البي اتش من بعد اليوم الثالث او الرابع نزل تحت ال 4.6. بس بعيدا عن السيفتي، ممكن تدوقوا هنا عشان تشوفوا وصل لدرجه التخليل اللي بتحبوها ولا لا، خصوصا الخيار. بس انا عملته كتير قبل كده وعارف انه في الجو بتاعنا بياخد 3 ايام لحد ما يوصل للدرجه اللي انا بحبها، فسبتهم 24 ساعه كمان. تاني يوم كده بقى عدى 3 ايام من اول ما بدات التخليل، فتحت عليهم كلهم برضو وشمتهم. من الريحه بس بقى باين جدا ان الخيار اتخلل خلاص، بس برضو دقته. طبعا مش محتاج اقول لكم، وانتوا بتطلعوه ما تحطوش صوابعكم في ميه المخلل. مش المخلل ده بس، عموما اي مخلل ما تحطوش صوابعكم في البرطمان عشان ده ممكن يخليه يبوظ بسرعه. طعمه كان زي ما انا عايزه بالظبط. رحت برضو ادوق الجزر. بالنسبه لناس كتير لو دقوا الجزر ده دلوقتي هيحسوا انه محتاج يتخلل شويه كمان، بس انا بحب الجزر المخلل يبقى ناشف شويه، يعني لما اقطمه يبقى فيه كرانش. عشان كده ده بالنسبه لي هو كده خلاص. كده الفلفل والجزر خدوا 3 ايام في الصيف عشان يتخللوا، عاده في الشتاء ممكن ياخدوا يومين زياده عن كده. اما الفلفل بقى فده بياخد وقت اطول منهم عموما، وهو كان باين من شكله لما طلعته لسه ناشف وشكله متغيرش قوي. التخليل بيقلل درجه حراره الفلفل عموما، فما انصحش انكم تعملوا زيي وتدوقوا الفلفل كده وانتوا عارفين انه لسه ما استواش، لانه هتبقى حرارته شبه كامله. كل اللي محتاج اعمله لما التخليل يخلص هو اني اشيلهم في التلاجة. شلت الجزر والخيار في التلاجة عشان اوقف التخليل، وكده خلاص جاهزين في اي وقت اكل منهم على طول. لكن الفلفل طبعا سبته بره، ده لسه قدامه شويه كتير. بصوا عشان ما اطولش عليكم، هو بياخد من اسبوع لاسبوعين. دقته تاني بعد اليوم السابع برضو عشان اتاكد اني ماشي صح، وكان فعلا طعمه بدا يتخلل وحرارته قلت كتير وطري، بس لسه ما وصلش للي انا بحبه. نوع الفلفل ده اللي اول مره استخدمه بصراحه خد مني 11 يوم لحد ما اوصل للدرجه اللي انا عايزها. طبعا مهم طول الفتره دي نتاكد ان ريحته سليمه زي ما قلت لكم، وانه ماسك نفسه مش مهري، يعني لازم ما يبقاش بيتهرس بالشوكه، فاهمني؟ وده لاي مخلل عموما مش الفلفل بس. المهم ان كده الفلفل كمان اتخلل successfully اخيرا، ودخل التلاجة جنب اصحابه. طبعا دلوقتي في اللي بيقول ده كده كله مخلل بارد، هو انا ليه ما عملتش مخلل حراق رغم اني على طول بقول ان انا بحب الاكل حراق؟ والحقيقه ان انا في الموضوع ده باخد دايركشن سهل جدا، وهو اني بدل ما اقطع معاهم فلفل من الاول مثلا، كل اللي بعمله هو اني في الاخر خالص باخد شويه من البراين واقلب فيه هريسه شطه اللي هو معجون الفلفل الحراق ده، واحط فيهم المخلل اللي عايز اخليه حراق، وبس كده. مشكله بس الحركه دي انها بتقلل صلاحيته شويه عن العادي، فبعمل على قد اللي انا هخلصه في اسبوع مثلا بس كده، وافضل شايله في التلاجة. طبعا قولولي بقى ايه اكتر مخلل بتحبوه وهتجربوا تخللوه، وشكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر. طولت عليكم معلش.